السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يخرج عن صمته ويرد بقوة على شيطان العرب الذي أصبح عدائه للجزائر وقيادتها واضحا على مرمى ومسمع الجميع. فبعد الجهود التي قامت بها الإمارات في مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وحتى في الأمم المتحدة من أجل عرقلة المساعي الجزائرية لمعاقبة وردع إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة، وأيضا محاولات المساس بأمن واستقرار الجزائر من خلال نشر الفتن والفوضى باستغلال أموالها وأذرعها الإعلامية وحتى المرتزقة المأجورين الذين وجهتهم صوب الجزائر، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء صحفي موجها تحذيرا قويا للإمارات وقيادتها، متهما إياها بتوظيف أموالها في بؤر التوتر حول العالم. وتلك التصريحات فتحت باب الصراع مجددا بعد أن ربطها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات واحتدم الجدل حولها عقب تغريدة نشرها أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لدولة الإمارات وهو يدافع عن بلاده، بل ويتهم الرئيس عبد المجيد تبون بانتهاك القوانين الدولية وخيانة شعبه لصالح فرنسا وإسرائيل التي طبع معها سرا خوفا من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.